أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. واصل العديد من لاعبي الزمالك غيابهم عن مران الفريق اليوم استعدادا لفريق طلائع الجيش في الدوري، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي طلائع الجيش بعد غدا يوم الأربعاء المقبل. في الجولة 33 من مسابقة الدوري العام، جوميز منح عدة لاعبين راحة من مران اليوم، وهم زياد كمال وحسام عبد المجيد وعمر جابر وحمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وناصر ماهر وسيف الدين الجزيري. وأيضا منح راحة لكل من محمد شحاتة وأحمد مصطفى زيزو الذي يواصل علاجه عقب إصابته في دورة الألعاب الأولمبية مع المنتخب الأولمبي، إلى جانب الغياب الطبيعي لأحمد فتوح ومحمد صبحي عقب الأزمة التي تعرضوا لها بالأمس. وحبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة دهس أحد المواطنين ووفاته. وحرص جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين لتفادي الإرهاق والإجهاد قبل مباراة الجيش. أوضح مصدر من داخل الزمالك حقيقة ما خرج عبر السوشيال ميديا بشأن تفكير النادي فسخ تعاقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الأزمة التي حدثت للاعب مؤخرا التي تخص واقعة دهس أحد الأشخاص على طريق العلمين في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما تسبب في وفاة الضحية، وهو ما استدعى النيابة العامة أن تقرر مساء أمس حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة القضية. مصدر من داخل الزمالك نفى تماما أي تفكير في فسخ عقد أحمد فتوح عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها. وتابع أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يفكر نهائيا في حتى مناقشة فكرة التخلي عن اللاعب أو فسخ العقد معه، خاصة وأنه يعتبر من الركائز الأساسية للفريق ويمتلك أداء متميزا في الجبهة اليسرى. وترى الإدارة ضرورة انتظار التحقيقات والإجراءات القانونية للنهاية قبل اتخاذ أي قرار يخص مصير فتوح. أيضا تتمسك إدارة الزمالك بالوقوف بجوار اللاعب في أزمته إلى النهاية حتى الانتهاء من القضية وفقا للإجراءات القانونية النهائية، إلى جانب أن عقد أحمد فتوح تم تجديده حديثا وهو عقد طويل الأمد، وفسخ العقد سوف يكلف النادي كثيرا، وبالتالي من كل النواحي لا نية لدى الزمالك فسخ عقد فتوح حاليا.